قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. هننضف الميدان وهنمشي، هننضف الميدان. عيب قوي، عيب قوي يا شعب مصر لما نقعد نقول يسقط حكم العسكر ويسقط المجلس العسكري. وكل ده عشان خاطر ايه؟ ها؟ عشان شويه ناس اتضربوا بالخرطوش ولا بالبلي؟ وايه المشكله؟ ما احنا طول عمرنا بنلعب بلي، وطول عمر البلي بيجي في وشنا، وساعتها كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل تنظف ونلعب نقط، مش نيجي نصور. مش لما المجلس يجيب البليه في عينك ويفقعها لك ويفقعها لنا تطلع تجري تصوت على المستشفى. يا ابني يا ابني العين عليها حادث، حادث واحد على عينين اتنين، المجلس يفقع لك واحده عشان حادث يركز مع التانيه. خايف على مصلحه. مش كل ما يحصل بيلي تجري تقول يسقط حكم العسكر، يا تخليك ناصح. خليك ناصح وجمع البيلي ده كله ولعب المجلس على حق. وكسب. وخد منه البيلي اللي معاه وريح نفسك، وساعتها يا عم اما تكسبه وما يرضاش يديك البيلي اللي معاه يبقى ليك كل الحق انك انت تنزل الميدان وتقف وتهتف وتقول له مش هلعبك تاني. قول له انا كفيت يا مجلس، روح العب مع وزاره الزراعه، العب مع اي حد، مالكش دعوه بالناس دي. مش كل ما يحصل حاجه نقعد نقول يسقط حكم العسكر ويسقط المجلس العسكري عشان شويه ناس ماتوا ولا اتقتلوا في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض ومحمد محمود والقصر العيني وموقعة الجمل وبورسعيد. كفايه بقى، كفايه نبص لنص الكوبايه الفاضي ونتكلم على اللي ماتوا. ما في اتنين عايشين في اكتوبر اكتوبر زي الفل. والله العظيم ولد وبنت زي القمر واقفين بياكلوا حمص. الله بتاع الحمص كمان عايش. في 3 عندنا عايشين في مصر، 3 فلتوا. بعدين هو مش الموت علينا حق؟ كلنا هنموت؟ هي دي المشكلة. في ناس استغفر الله العظيم مش مصدقة ان الموت علينا حق. عشان كده المجلس جاي يقتلنا واحد واحد بما لا يخالف شرع الله عشان يأكد لنا الموضوع. صرح المجلس العسكري في آخر بيان له أنه لن يسمح أن يموت أحد من أفراد الشعب المصري على يد غريب أو مستعمر، فسيموت كل أفراد هذا الشعب على يد أفراد من نفس هذا الشعب. زيتنا في دقيقنا. المجلس عمل إنجازات عظيمة. المجلس هو الوحيد اللي وقف جنب مبارك لما العالم كله كان ضده، وخد راجل معزز مكرم. خد مبارك معزز مكرم وحطه في المستشفى. الشعب غضب وعملوا مظاهرات وماتت ناس وقال لك مبارك لازم يتحاكم. راح المجلس ارضاء للشعب شال مبارك من المستشفى حطه في مستشفى تاني بس بعيده شويه، وبقى ينقله من المستشفى لحد المحكمه بالطياره. شوف الذل. لما واحد في سن مبارك يتنقل بالطياره والطياره يفتح له الشباك في الجو والهواء يخش في ودنه في مناخيره، بعدين نستعجب هو ليه قاعد ماسك مناخيره طول المحاكمه؟ سلسوق. ما ينفعش مبارك يحصل فيه كده. احنا نسينا مين هو مبارك يا جماعه؟ مبارك هو اللي عمل المترو ابو خطين. حلوان المرج حلوان، وانا قصدي اقولها. حلوان المرج حلوان. المترو زمان كان حلوان المرج بس. الناس كانت بتروح المرج ما بتعرفش ترجع. احنا كنا بنفقد سنويا نص سكان الشعب المصري في المرج. هجرة غير شرعية للمرج. أطفال اتيتمت أهاليهم في المرج. ومهمة جارتنا جوزها بيبعت لها جوابات لحد دلوقتي بالمرج.
لحد ما جه مبارك وعمل المادة حلوان والناس رجعت الشعب رجع سليم. بعد ما الشعب يرجع يقول لك مبارك لازم يمشي. طب ماشي، نقعد نقول المشير لازم يمشي. يا اخوانا عيب في السن، راجل كبير، عيب يا اخوانا راجل كبير في السن، طب حتى يركب. المجلس العسكري ما ينفعش يمشي. انتوا عارفين المجلس لو مشي ايه اللي هيحصل؟ المجلس لو مشي الجيش هيمشي وحرس الحدود هتمشي، وده معناه ان الاهلي هيستفرد بالدوله. مصيبه سودة. والاهلي يعني جوزيه، يعني البرتغال، يعني اوروبا والاجندات والمخطط الصهيوني بتاع شرق اسيا. ايه؟ العالم كله سايب الزلازل والبطاله والفقر اللي عندهم مركزين معانا. ما ينفعش المجلس العسكري يمشي. المجلس لو ماشي اسرائيل هتدخل. دي حاجه موجوده في اتفاقيه كامب ديفيد، انا مش بفتي. امبارح في حديث صحفي لوزير الدفاع الاسرائيلي، قام احد الصحفيين يساله ايجيبت حلوم بتوحه مخر بخيت. يعني هيحصل ايه في مصر لو المجلس مشي؟ بخيت يعني المجلس. رد عليه وزير الدفاع بكل تناكة وقال له لو، شوف التناكة، قال له لو ايجيبت حلوم بتوحه مخر بخيت حلبوه هيحلبونا. انا ما اتحلفش. واحد في الطول ده يتحلب ازاي؟ انا ما حدش يحلفني من المجلس. المجلس ان العيال اللي قاعده في التحرير بتقول لازم يمشي، العيال دي كلها واخدين كورسات في قلب نظام الحكم، وعلى راسهم كرسي الجاسوسيه الشهير الاي سي دي ال. عارفين اي سي دي ال يعني ايه؟ ده اختصار مونولوج عربي. مونولوج، اي يعني عين، وسي يعني انظر، ودي اللي هي دي الحاجات الصغيره اللي ما بيننا. وايه اللي دي كلمه اباحيه والا كانوا كملوها. قاعد يقولوا ايه اللي عارفوش. ما ينفعش يا جماعه، مش كل ما يحصل تخريب وبلطجه وانفلات في البلد نقول المجلس العسكري هو السبب. لحد امتى هنفضل سايبين البردعه وقافشين في الحمار؟ عيب قوي لما نقول يسقط حكم العسكر ويسقط المجلس العسكري، لان المجلس العسكري سقط وفقد شرعيته مع اول واحد مات على ايديه. شكرا. يا جماعه كملوا تسقيف للكوميديان الرائع صلاح الدالي.